ازيكم؟ النهارده هاشرح حاجة جديدة يمكن ما حدش شرحها قبل كده ولا تطرق ليها قبل كده، وهو موضوع إن يكون معايا أبلكيشن التوكيل، ومهم جدًا إن يكون معاك الأبلكيشن ده. لو أنت تليفونك أندرويد أو أبل فالأبلكيشن موجود على الستور بتاعك، والبرنامج ده اسمه AGM ومعناتها أبو غالي جنرال موتورز. ولو أنت منزّله وما استفدتش بيه تبقى خسران كتير. أول حاجة لازم تعرفها إن البرنامج ده فيه خصائص كتيرة جدًا ومفيدة جدًا ليك. نبتدي بقى شرح البرنامج. أنا لو فتحت البرنامج هالاقي إن أنا عندي صفحة كده طويلة ولازم أشرح لك إنها بتطلع وتنزل عشان تبقى عارف إن فيها حاجات تحت. أول حاجة هنبتدي بشرحها، هنبتدي منها صح، هنبتدي من ال3 شُرط اللي هنا دول. أول حاجة في ال3 شُرط دُولة هتلاقي في حاجة اسمها تأمين السيارة. لو أنت مأمِّن في أبو غالي فأنت ما بتاخدش ورقة أو وثيقة، ولكن علشان تبقى متطمن إن التأمين ده اتنفّذ واشتغل لازم تدخل من هنا. هتدخل على تأمين السيارة وهتلاقي هنا موجود التأمين اللي أنت عملته، يعني بدايته إمتى وينتهي إمتى واشتركت فيه إمتى، وده مفيد جدًا ليك. عشان تبقى عارف نوع حتى التأمين اللي أنت اشتركت فيه إذا كان بلاتينيوم أو إذا كان نوع تاني. نيجي بقى للموضوع اللي بعده، مواعيد الصيانة والصيانة دي بيكون فيها إيه؟ تعالوا نبُص كده لو دخلنا على مواعيد الصيانة. أنا باختار الأول العربية بتاعتي إذا كانت Subaru XV، إذا كانت Impreza، إذا كانت Jeep، فأنا مثلًا عربيتي Subaru XV. وباجي باختار من هنا نوع أو الصيانة دي اللي جاية عندي إيه. مثلًا أنا الصيانة اللي جاية عندي ال80.000، فهادخل هالاقي إن هو هنا بيغيّر الزيت، بيغيّر الفلتر بتاع الزيت، oil flash، دي كل حاجة عن الصيانة اللي جاية هتعرفها. وده بيسهّل لك جدًا تبقى أنت عارف صيانتك إيه في ال80.000. تعالوا كده ندخل على صيانة تانية زي مثلًا صيانة ال20.000. دي كل اللي بيحصل في صيانة ال20.000 علشان نبقى فاهمين أنا الصيانة الجاية إيه اللي هيتعمل في عربيتي، ودي حاجة مميزة جدًا. نيجي بقى للعناوين ومواقع أبو غالي. ندخل كده هنلاقي المراكز بتاعتها عشان تبقى أنت عارف أقرب مركز ليك إيه وأقرب مكان ليك، إذا كانت دي المعارض أو مراكز الخدمة أو قطع الغيار. يبقى أنت تقدر تعرف مكان أقرب حد قطع غيار وتعمل مكالمة من هنا أو تبعت رسالة، وتعرف الموقع من علامة الGPS. نرجع بقى تاني بعد ما عرفنا هنا إنه الحاجة التانية، رأيك يهمنا، دي طبعًا لو أنت بتحط أي comment بتحطه هنا. هنا نبذة مختصرة عن الشركة عشان ما نطوّلش كتير، أنت هتدخل تقراها. اتصل بنا ده الرقم بتاعهم. هنا برضه تغيير اللغة وأنا عامله بالعربي عشان معظم الناس بتغيّره بالعربي، ولو أنت مش عامله بالعربي ولقيته بالEnglish ممكن تدخل من ال3 شُرط زي ما هنا وتدخل كده. تسجيل الخروج لو أنا هاخرج من الapplication وده مش مستحب. نرجع بقى تاني كدهوّة، نبُص على home. هنلاقي بقى هنا في 3 حاجات رئيسية. لو أنا عايز بس أعرف إيه الزيارة اللي جاية أنا متسجلة عندي هتلاقيها هنا في الشريط الأزرق. يعني أنا عندي ميعاد يوم 29/11، لو دخلت عليه هيقول لي كده. طيب أنا عندي ميعاد صيانة أخدته وعندي أفكار أول لمّا هاروح لازم هاقولها لمدير الصيانة بتاعي أو المهندس بتاعي. على فكرة في حاجة ظريفة جدًا أقدر أضيف هنا ملاحظات. الملاحظات دي بتتسجل وتقدر أكتب إيه الملاحظات اللي أنا عايزها. يعني أنا عندي صوت تكتكة رُحت كاتب ملاحظة صوت تكتكة بالسقف. الحاجات دي بتخلّيك إن أنت أول لمّا تروح الصيانة تبقى عارف أو فاكر إيه الملاحظات اللي أنت عندك. يعني كل أمّا تلاقي ملاحظة تدخل وتسجّلها وتضيفها، تدخل وتسجّلها وتضيفها، وده هيسهّل لك جدًا التعامل مع المدير بتاعك ومش هتنسى حاجة لمّا أنت تروح عليه، وتعمل تأكيد كده الموضوع خلاص. أوكي. نيجي بقى لموضوع التاني، سيارتي أو عربيتي. هنا بيقول لي العربيات اللي متسجّلة باسمي مع التوكيل،
وبيقول لي ده رقم الشاسيه، تاريخ الصنع، العربية، الكيلومتر، أقدر أعدل الكيلومتر لو أنا الكيلومتر اتغير عن آخر حاجة. هنا برضو بقدر أضيف صور للعربية بتاعتي لو أنا حابب، المقدمة، وارفع الصور دي الخلفية لو أنا حابب إن أنا أصور العربية قبل ما أروح الصيانات تبقى واضحة هنا اهوت. ودي برضو حاجة لطيفة عاملها البرنامج عندنا. نيجي بعد كده اهوت، الاقي برضو ميعاد، اخر ميعاد صيانه انا رايح له او انا مسجل صيانه يوم كام، يوم 29. فانا لو حبيت اغير الميعاد ده بدوس على تغيير الميعاد واختار ميعاد تاني، هم بيتسجل عندهم على طول دايركت من غير ما تتصل. ولو انت مش مسجل ميعاد هتلاقي هنا في ان انت عايز تعمل ميعاد جديد للصيانه او لاي حاجه حصلت عندك. تواريخ الصيانه، هتدخل هنا تعرف كل تواريخ الصيانة اللي انت عملتها وايه اللي حصل فيها، ودي حاجة حلوة، ودفعت كام فلوس. اللي بعده طلب، لو انت عايز قطعة غيار وطلبت قطعة غيار، يعني انا هنا طلب قطعة غيار فبلاقي ان انا قطعة الغيار هنا متسجلة، او التوكيل طلب لي قطعة غيار فبلاقيها متسجلة هنا ومتسجل السعر بتاعها. لو انا عايز اخد كتاب الضمان واعرف ايه اللي ليا في الضمان، وادخل على هنا وبعمل داونلود للكتاب اللي هينزل اهو، بختاره وبدخل عليه وافتحه واعرف ايه اللي ليا واللي عليا بالنسبة للضمان ومواعيد الصيانات والكلام ده. نيجي بقى للحاجات اللطيفة. لو انا حبيت ان انا اكلم مدير حسابي على طول، بدخل من هنا وبلاقي مدير حسابي اهو، رقم تليفونه، حاجة سهلة جدا. اقدر اعمل مكالمة على طول، ابعت له اس ام اس، ابعت له ميل، ابعت له واتساب. ودي برضو حاجة لطيفة جدا ان انت مش محتاج تتصل بالتوكيل، انت من ابلكيشن على موبايلك بتحقق الموضوع ده. نيجي للحاجة اللطيفة اللي بعديها واللي محدش يمكن يعرفها. افرض انا حصل لي حاجة في الطريق وعايز ابعت اس او اس اللي هو emergency message، دي انا بدوس عليها وبطلب طلب انقاذ وبحدد لهم المكان وبيبعتوا لي عربيه. حاجه جميله جدا ان انت تلاقي التوكيل بتاعك بيوفر لك كل الحاجات دهيت. طيب نيجي بقى للحاجه الجديده برضو، ان هو مديلك ان انت لو عايز تشتري عربيه بتدخل من هنا وبتختار نوع العربيه، تمام، وبيقول لك العربيات اللي موجودة وبتدخل تشتريها، لو هي متاحة هتقدر تدخل تشتريها. الجديد كمان ان انت ممكن تختار اختبار قيادة للعربية، تطلب الطلب الاختيار القيادة بتاعها، وممكن تنزل الكتالوج بتاع العربية من هنا. يعني انا نفسي اعرف مواصفات عربية ومش معايا الكتالوج بتاعها، مثلا زي الجيلي، بختار نوع العربية كوري وبنزل هنا انزل الكتالوج بتاعها واعرف معلومات عامة عن العربية. الموضوع جميل جدا ولطيف جدا وانا شايفه ان هو مفيد قوي. تعالوا بقى نتكلم على النقطة اللي بعد كده. لو انا عايز اشتري عربية مستعملة وانا مطمن ان انا هشتري عربية من حد الاول اختبرها واشتراها على انها سليمة 100%، ولو فيها حاجة هيقولها لي بالكامل، فهدخل هنا هلاقي العربيات اللي ابو غالي اشتراها. يعني هو موجود عنده سوبارو امبريزا 2019 متاحة، وتقدر تتصل بالمالك او تتصل بالتوكيل، واللحظة دي هتبتدي تعمل ديل وتعرف سعرها وتختار انت تشتريها ازاي او تدفع ازاي. ده الموضوع ده بعد الاتصال، او لو عجبتك الموضوع هتلاقي مجموعة عربيات هو منزلها، زي الفا روميو، زي مرسيدس، زي جيب. هتلاقي عربيات كل فترة بينزل، هو بيشتري عربيات، وهو من الشركات اللطيفة اللي انت ممكن تروح تقدم له العربية بتاعتك وتدخل تاخد بدلها عربية جديدة. طبعا بيكون في فرق سعر عن ان انت تبيعها لشخص لوحده، لكن هو برضه بيشيل على عاتقه شوية حاجات، منها انه بيدفع لك الفلوس على طول، بتبقى مطمن ان انت اخدت فلوسك في نفس اللحظة. يعني بعض الاجراءات كده اللي بتكون اسهل من ان انت تبيع لمالك ما تعرفش ممكن يتصرف معاك ازاي. تمام.
وغير كده وكده إن هو ما بيشتريش عربية غير لمّا بيتستها تمامًا ويقول لك إيه اللي فيها العيوب ويقولها للي هيبيعها له لو فيها حاجة كان فيها خبطة، لو كان فيها حاجة، فهنا بيشرح لك الكلام ده. دي خدمة door to door ودي اللي بيقوم بيها برضه أبو غالي ودي مميزة جدًا لو أنت ما بتقدرش تروح للتوكيل، وبتدخل هنا وبتطلب خدمة الصيانة لغاية البيت عندك، بيبعتوا لك عربية مجهزة تعمل لك الصيانة المطلوبة وبيحاسبك والموضوع لطيف أوي. كمان هم عندهم حاجة تقدر تأجّر منها عربيات، ودي اللي هي زي تاكسي كده، بتأجّروا عربيات بس يمكن فاخر شوية، والموضوع لطيف شوية عندهم لو أنت عايز تأجّر عربية وتروح بيها مشاويرك وتاخدها، برضه هم عندهم الخدمة دي. الخدمة اللي بعديها وهي العربيات الكهربا اللي نزّلوها، ودي خدمة ممكن تشترك فيها، والعربيات دي توصّلك لأماكن وتجيبك لأماكن بطرق منتظمة. الحاجة التانية اللي هو لندن كاب، وهُم عندهم خدمة لندن كاب دي من زمان أوي، لو أنت عايز تروح مثلًا المطار بطريقة فارهة وعربية يعني مشهورة في العالم اللي هي الLondon Cab ليهم كده style معيّن، في ناس بتحب الكلام ده بيدخل يحجز London Cab. وهنا في الليموزين برضه، عربيات ليموزين بتدخل عليها وتقدر تأجر ليموزين أو تاخد ليموزين. طبعًا أنا ما جرّبتش الحاجات دي، هنا بقى خدمة تبديل السيارة، ولو أنا عايز أبدّل العربية بتاعتي بادخل على هنا وبابتدي أطلب إن أنا أبدّل العربية بتاعتي، كل الموضوع جاي من الapplication. خدمات ما بعد البيع، طبعًا هم عندهم خدمات كتيرة جدًا بعد البيع، ولو أنت عايز تعرفها هتدخل هنا وتقدر تختار الخدمة اللي أنت عايزها. السمكرة والدهان، لو أنت عايز برضه تعرف السمكرة والدهان يتعمل إيه وتطلب الكلام ده موجود هنا، وتقدر تعمل booking وتكلمهم وييجوا لك. كمان في سمكرة door to door. نيجي بقى لموضوع الزيوت، هم طبعًا موزّع لبتروناس، فلمّا بتدخل على الزيوت بيدخّلك على الsite بتاع بتروناس، ومن هناك بتقدر تحجز لو أنت عايز زيوت معيّنة تشتريها برضه بيوصّلك بيهم بطريقة سهلة جدًا. هنا برضه خدمة المساعدة على الطريق، لو أنت في حاجة مشكلة وعايز عربية تيجي تاخد العربية بتاعتك، يعني حصل إن في كاوتشة ضربت والعربية مش بتتحرك أو جنط اتكسر أو حاجة لا قدّر الله، فهُم عندهم خدمة المساعد إن يبعت لك عربية والخدمة دي شغّالة 24 ساعة، يوصّل لك عربية تيجي تاخد عربيتك يودّيها التوكيل. أظن ما فيش يعني حاجة يعني كاملة زي ما أنا شُفتها في الapplication ده تقدر تساعدك بكمية حاجات خرافية، يعني كمية آآ خدمات موجودة في application واحد وأنت ما بتستفادش بيها. طبعًا هنا برضه لو أنت عايز تبدأ تأمين على العربية بتدوس من هنا وبتختار التأمين وبتبتدي يقول لك إيه المستندات المطلوبة وتأمِّن على العربية برضه من هنا، إذا كانت عربيتك أو هتضيف عربية جديدة، ودي خدمة برضه لطيفة جدًا عندهم. هنا بقى الحاجات اللي المفروض تتدفع عليك أو الفواتير الجديدة اللي عليك أو الحاجات اللي أنت حاجزها وتمنها، ولو أنت كنت حاجز حاجة ودافع جزء منها وهتيجي لك بتلاقيها هنا، لو في حاجة قبل كده هتلاقيها موجودة هنا ومحطوطة عندك هنا أهوّة. بعد كده دي كل الnotification أو التنبيهات اللي جات لك إن أنت خلاص طلبت طلب للصيانة، رُحت الصيانة، عملت إيه، إن العمليات الإنتهاء كل اللي هي بنسميها notification أو التنبيهات بتيجي لك هنا أهوّة وتقدر تقراها وتعرفها. طبعًا دي العربيات زي ما إحنا قُلنا لو أنا ناوي أدخل أشتري عربية جديدة أو أعرف عنها معلومات، وأهم حاجة في الموضوع ده إن أنا أقدر أنزّل كتالوج الموديل اللي أنا نِفْسي فيه، وأقدر أفهم كل حاجة منه. طبعًا الكلام ده يمكن ما حدش قاله، وأنا استغربت إن أبو غالي نَفْسه مش شارح الموضوع ده باستفاضة، فأنا حبيت إن أنا أشرحه ويمكن يفيد الكل. شكرًا.